أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، زوار موقع بوابة القصر الكبير الإلكترونية في برنامج القصر الكبير بعيون شابة. نحن الآن في الحلقة الثانية نستضيف ثلة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكي نناقش مختلف القضايا اللي تهم مدينة القصر الكبير. نقاش نحاول من خلاله رصد آلام وآمال المواطنين وتطلعاتهم واهتماماتهم. معنا في هذه الحلقة الضيفين الكريمين السي سليمان عتو والسي محمد نهيلي، نرحب بهما. حدثين هامين عاشتهما مدينة القصر الكبير الأسبوع المنصرم. الأول هو الاحتفال الذي قامت به مجموعة من الجمعيات بمدينة القصر الكبير بدعم من المجلس البلدي حول العودة المغرب للاتحاد الإفريقي. والحدث الثاني هو وقفة احتجاجية حول النفق أو ما يسمى ما اصطلح عليه النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنفق العار. نبداو بالسي محمد نحيلي. كما كشفنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الحدث هذا شكل واحد النقاش كبير داخل الفضاء الازرق. هناك من سخر من هذا الاحتفال، هناك من انتقده، هناك من مجد به. واش كتشوف انت هذه المساله هذه هي صحيه وجيده ام انها غير فقط هدر للملعب؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية للأخ زكريا، صديق زكريا. لأول مرة أتشرف بالحضور إلى مقر بوابة القصر الكبير الإعلامية بعدما كنا نقوم بإجراء لقاءات صحفية بالخارج في الميدان على غرار مجموعة من الأنشطة على الصعيد الجمعوي. سؤالك كان يصب في النشاط الذي نظم بمدينة القصر الكبير الخاص باحتفال المدينة برجوع المملكة المغربية لأحضان إفريقيا. هو كرنفال، كان كرنفالا شعبيا مثلما لاحظته في الكرنفال التربوي وكرنفال المدارس. كان حفلا كبيرا، شيء طبيعي أن يكون هناك منتقد ومؤيد، وبين منتقد ومؤيد هناك أسباب وخفايا التي أدت إلى ذلك الاحتفال. ما يسعني إلا أن أقول أن القصر الكبير عرف أكثر من خلال ذلك الاحتفال، ولا يمكنني أن أوجه انتقاد للجهة المنظمة لذلك الاحتفال، ليس من حقي، ذاك شأنهم الخاص. احتفالا كان يخص المدينة، كان في برنامج تلكم الجمعيات الثلاث بدعم من المجلس البلدي. هذا باختصار فيما يخص الاحتفال. شيء طبيعي أن يكون هناك منتقد ومؤيد. كان عندك انتقاد مجرد تشويش على الحدث؟ لا، ليس تشويشا، ليس بالضرورة أن يكون انتقاد. الانتقاد قد يكون في أنه إهدار للمال العام، وأن هناك قضايا أخرى أهم من ذلك الاحتفال، ولا داعي لذلك الاحتفال. ربما كان مجرد احتفال عادي في القاعة الكبرى أو دار الثقافة، لا يحتاج إلى تلكم الهرج والمرج والهندقة والكسكس والسلطة وهذه، ولكن كان لابد يعني المنتقدين كانوا يقولون لو أنه كان احتفالا بسيطا أحسن، بحكم أن المدينة تعيش على صفيح ساخن، وهناك أوضاع تستحق أن تعطى لها الأهمية أكثر برجوع المملكة إلى أحضان إفريقيا. فالمغرب هو أولى كدولة أن تنظم احتفالا صاغبا على الصعيد الوطني. أما القصر الكبير لا أعرف، نحن لسنا العاملة بالذات ونعيش أوضاع مزرية في المدينة، يعرفها القاصي والبادي كما يقال بالكاد. أنت هذا فيما يخص باختصار أنت. وتبقى دائما فكرة التأييد والانتقاد هو طبع سنة الحياة، ولا يمكن لك أن ترضي الجميع، شيء طبيعي. شكرا سي نحيلي. نرجع سي سليمان. أكيد أنت كتعرف الندوات واللقاءات كتكون عندها واحد الأهمية ديالها، لكن الاحتفال بهذيك الطريقة واستعمال البارود وسط الشارع العام وسط المرة، شنو هي الرؤية ديالك في الجانب هذا؟ في البداية تحية يعني الإخوة في الجريدة الرقمية بوابة القصر الكبير.
يعني من أجل الإجابة على هذا السؤال أود أن أتفاعل مع الأخ محمد النحيلي في جملة ما قاله فيما يتعلق بعودة المغرب إلى يعني منظمة الاتحاد الإفريقي. أنا أظن على أن الاحتفال يعني الاحتفال بطبيعة الاحتفال هو دائما يأتي كتتويج لانتصار أو لعمل يعني جبار وما إلى ذلك. في اعتقادي على أن الخلفيات التي يعني تحجبها الشعبوية، يعني الخلفيات السياسية المجموعة من القضايا المثارة على المستوى الوطني يحاول بعض الشعبويين الذين صعدوا على مسرح المشهد السياسي ماشي غير في المغرب ولا في القصر الكبير، راه في ميريكان كاينه الشعبويه، يعني هذه ظاهره ديال العصر تحاول اخفاء المضامين السياسيه ديال مجموعه القضايا. انا بالنسبه لي العوده ديال المغرب للاتحاد الافريقي ليست عوده شعب بقدر ما هي عودة ديال قرار فردي ديال الملك، هو ليس انتصار، هو ضرب الأهم مبادئ ديال الديمقراطية، على اعتبار أن الإنجليز نهار اللي بغات تخرج من الاتحاد الأوروبي قامت بتنظيم استفتاء وما إلى ذلك، وتم يعني السماع لصوت الناس واتخذوا القرار. القرار الشعبي كان قرار. الأكثر من ذلك هو أن الغياب الوعي التاريخي في هذه المساله ديال علاقه المغرب بحكم انه كينتمي لشمال افريقيا بجنوب الصحراء، علاقه مغلوطه لانها علاقه تعود الى ما قبل التاريخ. وللاسف ان الكتاب الغربيين عطاو الاهميه لهذا الموضوع اكثر من الباحثين المغاربه. لهذا بالنسبه للنقطه ديال عوده المغرب للاتحاد الاوروبي للاتحاد الافريقي، هو ليس بالنسبه لي ليس انتصارا بقدر ما هو يعني قرار يعني فردي يكرس الحكم الفردي اكثر من اي شيء، وله يعني هو في الاصل تبني المواقف ديال اطروحات سياسيه كانت تنعت من طرف النظام على انها خائنه، وعلى انها مدفوعه من البوليزاريو، وعلى انها لان الاتجاه ديال الحل ديال الاشكاليه ديال البوليزاريو راه في الصميم هذه العوده للاتحاد الافريقي. وبالتالي كنشوف على ان التبني ديال الدوله بشكل رسمي الاطروحات اللي كانت هي كتنتقدها، وكانت مجرد الخوض في هذه النقاشات هذه والقول واعطاء مواقف من الاتحاد الافريقي والخروج منهم الى ذلك كانوا يؤدي بصاحبها النعس بالخيانه وما الى ذلك. لهذا كان فيما يخص الشق الثاني في العلاقه بالبارود وهذا البهرجه وهذا الشيء، كنظن على انه من المفروض لان الناس اللي كتحتفل بالعوده ديال المغرب للاتحاد الافريقي هما ناس كيستوعبوا هذا النقاش هذا، كيفهموه، عارفين الخلفيات التاريخيه ديالو والامكانات اللي ممكن تتاح في المستقبل على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي وما الى ذلك. كنشوف انا في الاحتفال كانوا مجموعه ديال الاطفال يعني ما ربما الكثير منهم ما عارفينش علاش خارجين وما الى ذلك. بالتالي هو استغلال ديال الاطفال في هذا النشاط هذا، لان احنا في نظرنا ان المواطنه والاعتزاز بالوطن والقضايا الوطن هي تربيه وتنشئه، ماشي الاستغلال ديال المجتمع المدني مفبرك مصنوع هجين كيقوم اولا بمحاوله ديال يعني التغريد لكل ما هو رسمي، ماشي غير العوده ديال المملكه للاتحاد. عطاك شنو هي الرساله اللي بغاو يوجهوها المنظمين الواقفين وراء هذا التنظيم ديال النشاط ديال الجهات المسؤوله مثلا؟ شنو هي الرساله؟ كاينه جوج ديال الرسائل ممكن اننا نفهموها، وان يعني الرساله الاولى كتمثل في انها يعني المحاوله دابا النظام منفرد بواحد القرار، حتى انفرد بالقرار عاد بدا كيبحث على الدعم الشعبي لهذا القرار هذا. وبالتالي هذا الخروج وهذا الاحتفال بهذه الشكله وهذا الشيء ماشي يعني حبيس القصر الكبير، محاولات يعني الكسب يعني دعم شعبي لهذا القرار هذا ديال العوده ديال المغرب للاتحاد الافريقي. وعلى المستوى المحلي كانت كذلك اشاره خفيه، لان دائما كنقول الشعبويه كتخفي الحقيقه ديال الجوهر ديال الصراع
ما نسميش الصراع السياسي، ولكن الصراع القائم في المدينه، هو انها كانت واحد الوقفه دعوا لمجموعه الاطارات وطنيه ديمقراطيه وتقدميه، المناصرات الاخوان والساكنه ديال الحسيمه اللي كانت كتعرض لواحد القمع شرس، ان من باب الانسانيه والتضامن الانساني اننا نضمنوا مع الاخوان ديالنا بحال اللي كنضمنوا مع فلسطين ومع باقي القضايا العادله والمشروعه. كان هناك خروج ديال الرئيس المجلس البلدي، وتساهم فيه مجموعه ديال هاد الاطارات الداعيه والناس اللي يعني هزت النداء البلاغ اللي كان مسؤول ونصاصوا في المواقع على انهم يحاولون جر الفتنه ونقل الفتنه من الحسيمه، وان الحسيمه مدعومه من الخارج وما الى ذلك من اطراف خارجيه عدوه المغرب والمصالح المغربيه والوحده الترابيه. وبالتالي الناس اللي يخرجوا في القصر الكبير ما هم الا يعني في هذا الخندق هذا ديال هما كيخدموا نفس الاجنده وان بشكل يعني غير مباشر. بالتالي هذا الخروج هذا هو زعما احنا الناس الوطنيين في القصر الكبير هم يعني محاوله ديال اقامه الفصل في المدينه بين مجتمع مدني او الاطارات المدنيه بجميع الاطياف ديالها اللي هي وطنيه واللي هي ماشي وطنيه. هذه كانت رسائل مضمره في نظري بفهمي البسيط. في نفس الاسبوع كانت كذلك وقفه احتجاجيه شهدت مدينه القصر الكبير على النفق المؤدي الى حي المرينه. سي محمد النحيلي، كنتم من الداعين الى الوقفه اضافه الى مجموعه من النشاطات في فيسبوك، كيفاش جات الفكره هذه؟ شكرا اخ زكريا. انا لم اكن من الداعين للوقفه اقولها واكررها، ولكن عندما لاحظت اصرار النشطاء الفيسبوكيين وسمعت منهم الأسباب والدوافع ولم يعجبهم ذلكم المشهد بين الإلغاء والرفض في ظرف وجيز من فعالية المجتمع المدني، هم تحفظوا على فعالية المجتمع المدني، لم يعجبهم فعالية المجتمع المدني جمعيات لا تتعدى 8 جمعيات من أعطاهم الصلاحية بتمثيلنا. بحكم انشغالي أنا بالمدينة وما يصيب المدينة فيما يخص الإيجابي والسلبي، وبحكم نفق المرينة رغم أنني أبعد عليه مسافة جدا ولكن أمر به بين الفينة والأخرى، لاحظت أن الغار هناك الخطأ وارد، كان الخطأ وارد في إبان المجلس السابق، ولا داعي لذكر مسألة الخطأ واردة وتدارك الخطأ وارد إبان هذا المجلس الجديد. قمنا بالوقفة، وقفة يوم الأحد لقد ثبتموها، قمنا بشرح الأسباب والدوافع والحيثيات، وكذلك لم يكن الموضوع وقفة المرينة، يعني حتى يتضح للجميع الموضوع ليس فقط متعلق بنفق المرينة، الموضوع يتعلق باتفاقيه بدراسه الاتفاقيه مع مكتب الجهوي السكه الحديديه، مكتب السكه الحديديه ابان زياد الخليل. وقفه نفق المرينه فقط هي تمهيد للمطالبه بمجموعه من المشاريع لا علاقه بالسكه الحديديه، فقط مجرد توضيح ولو بعجاله. يعني كان هناك ممر الراجلين باب المرينه لقد وقع ملف مطلبي شامل بالسكه فقط له علاقه بالسكه الحديديه فقط، انشاء نفق ارضي سوتيغان في محطه دار الدخان قنطره بالجمعوي وقرب الجمعوي التي تمر في اتجاه جماعه سوق طلبه. الدوافع والاسباب التي ادت الى اغلاق محطه ام المهدي فقط ما يتعلق بالسكه الحديديه، كان هذا هو موضوع الوقفه في وقفه اخرى اليوم الجمعه في انتظار وقفات اخرى. سي سليمان، كان عندكم واحد التحفظ حول المشاركه في الوقفه، ما هي الاسباب التي دعتكم لذلك؟ تحيه للاخ زكريا مجددا. في البداية هو يعني كنا من بين الأوائل الذين يعني واكبوا هذه العملية ديال الغرق ديال النفق ديال الغار، ماشي غير في يعني الأمطار الخير الأخيرة، بقدر سبقات تدوينات وصور قبل، وكنا في ذاك النهار هذاك التقطنا بعض الصور لأننا كندوزو من تما، ودائما كنوصلوا للمدينة بحال حنا جايين من البادية، وكأن
كأننا في الحدود المعبر. قمنا كذلك بواحد بالنشر يعني مجموعة صور بتدوينة هزلية كتسخر من الواقع ديال السكان ديال الضفة الأخرى، حيث أنهم كيوصلوا للمدينة بالبراكطون موسخين ما إلى ذلك. بعض الأحيان بنادم كيتحرج لدخل الأماكن النظيفة كيلقى راسو هو موسخ وما إلى ذلك. وعرفت تعاطف كبير وتجاوب مع عند واحد الشريحة كبيرة ديال الشباب، وكانوا لي كومونتير وكان تفاعل وكان يعني رغبة ديال الشباب لأنهم يخرجوا للوقفة. يعني اللي كانوا دعوا لها الإخوان، أنا ربما كنت وصلت قبل من العديد، الخمسة القسمين كنت تما، وكانوا المقدمية وكان واحد ديال لا دي اس تي، وكنت أنا غادي جاي تما واحد السيجارة غادي جاي تما. وكذلك بدات الوقفة، وقفنا يعني بحال المواطنين. انا دائما عندي التحفظ ديالنا من الوقفه كان جاء على ارضيات ان كانت تبقى نقاشات ديال ضروره ديال يعني صياغه ملف مطلبي. حنا ما كنلوموش على الناس، الوقفه باش تاخذ الشرعيه ديالها خاص على الاقل تبقى التعبئه. انا كنسمع الحراك في الفيسبوك، كاين نشطاء ناس كتنشط في الفيسبوك. الحراك كيكون في الميدان كيتم يعني التواصل مع الناس في الاماكن ديال التواجد ديالهم، خصوصا المعنيين بالقضايا. لهذا اي ملف مطلبي حنا ما كنمثلوش الساكنه، ولكن كنقولوا ممكن اننا نشكلوا واحد النواه اللي ممكن تساهم في صياغه مشروع ملف مطلبي اللي يحضروا فيه متخصصين في جميع المجالات وجميع الاصعده، ينطلق من الاولويات الساكنه المتمثله في الصحه، الشغل، البنيه التحتيه، المتنزهات، لان المدينه تكاد يعني تفتقد لجميع المرافق الترفيهيه. وهذا ما كيعطينا واحد الشباب اللي هو شباب كئيب كيتعاطى بلا سن مبكره، كيدخل العالم ديال الانحراف والادمان وما الى ذلك. شكرا سي سليمان، شكرا سي محمد. شكرا مرة أخرى أتقدم الجمهور الكريم بالشكر على حسن التتبع. نضرب لكم موعدا مجددا وشكرا.